خلينا بس في بدايه الفيديو ندردش مع بعض ونقول مثلا لو انت عايز تتعلم مهاره، يعني انت مثلا لو خلاص كبرت ونضجت وعرفت ان العالم اللي حوالينا بيتعامل بالمهارات، وكتر ما تزود مهاراتك كتر ما هيزود فرص عملك في العالم، فقلت خلاص انا عايز اتعلم مهاره او عايز اتعلم سكيل واكتر السكيلز اللي عندي. اي مهاره عايز تتعلم، رسم، لغه، جرافيك، برمجه، اي سي دي ال اللي هو الوورد والاكسل والحاجات دي، اي مهاره. المهم بعد ما اتفقنا خلاص ان احنا هنبدا نتعلم المهاره، دخلت سرشت او عملت سيرش على انك ازاي تكتسب مهاره. هات ما تجري هاتك يا شيخ صاحي. عملنا سيرش والريزلتس اللي طلعتنا من السيرش او النتائج اللي طلعتنا من السيرش اللي احنا عملناه، قال لك علشان تتعلم مهاره انت محتاج 5000 ساعه علشان تتعلم. يعني انت محتاج تقعد على المهاره دي او تقعد تذاكر المهاره دي لمده 5000 ساعه علشان تتعلم. انت بقى اول ما سمعت 5000 ساعه دي، ايه يا عم الكلام ده كله؟ ليه انا اقعد 5000 ساعه؟ انا مالي بس ومال الفرهده دي؟ لا يا عم اقلب يا عم كريم من شغل السكيلز وانا 100 100 وانا الانتخه عجباني وزي الفل. انا ماشي، ده مش بتاعي. سلام. خد بس عبيط، خد هقول لك، خد تعالى بس تعالى انا فاهمك. طيب خلاص يا صديقي، انا مش عايز ازعلك وعايز اقول لك ان حوار ال 5000 ساعه ده نصب او ده كده ملوش لازمه. ابشر يا صديقي، في الفيديو اللي هنتكلم عليه النهارده انا عايز اقول لك انك تقدر تتعلم اي حاجه، وحرفيا هتقدر تتعلم اللي انت عايز تتعلمه في 20 ساعه بس. هتقعد تتعلم المهاره او هتقعد تذاكر المهاره اللي انت عايز تتعلمها في 20 ساعه بس، وبعد ما ال 20 تخلص 100 100 والف مبروك، انت بقيت معاك المهاره. الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده واللي الحمد لله كتاب قوي جدا وضخم جدا جدا ويستاهل انه يتقري حرفيا، وهيساعدك كتير جدا. The 20 hours how to learn anything fast، او النسخه العربيه بتاعته اول 20 ساعه تعلم، للكاتب المعروف والكاتب الشهير جدا جوش كوفمان. الكتاب قوي جدا وصح. انا عايز اقول لك انك مش شرط تقراه، ان شاء الله هلخصه وهقول لك كل الحاجات الحلوه فيه والحاجات اللي خليك تبدا تتعلم المهاره، وان شاء الله هتتعلمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد مع كريم نوبي. في بداية الفيديو قبل ما ندخل في محتوى الكتاب وان الكتاب بيتكلم على ايه، خلينا بس نعرف الكاتب. اسم الكاتب جوش كوفمان. جوش كوفمان ده ببساطة كبيرة جدا شخص مهووس بالتعلم، شخص بيحب يتعلم كتير، بيحب يتعلم اي حاجة، اي مهارة بتوقف قدامه او بتيجي قدامه بيحب انه يتعلم. فعلشان يتعلم مهارة موضوع ال 5000 ساعة هيبقى مرهق جدا او هيبقى محبط جدا بالنسبة له، فهو اخترع قاعدة ال 20 ساعة. طيب سؤال بسيط يا كريم، ليه 20 ساعة؟ يعني ليه ما تبقاش 30 ساعة؟ ليه ما تبقاش 10 ساعات؟ يا صديقي الإجابة على السؤال ده 20 ساعة مش رقم ثابت او مش رقم نهائي. ال 20 ساعة جوش كوفمان كان بيقول لك ان هي متوسط التعلم لاي مهاره بتاخد 20 ساعه. يعني انت عشان تتعلم اي مهاره المتوسط بتاعها بيبقى 20 ساعه، ولكن انت ممكن تزود، ما انصحكش انك تقلل بس ممكن تزود عادي، بس هي 20 ساعه اوكي جدا يا عم. برضه جوش كوفمان راح اتكلم في ديدكس توك ووقف على الستيج واتكلم وقال ازاي انه يتعلم مهارات وازاي ان هو يتعلم البرمجه ويتعلم التاتش تايبنج. التاتش تايبنج ده اللي هي الكتابه السريعه، انك بتكتب على الكيبورد من غير ما تبص على الكيبورد، بتبص على الشاشه وتكتب على الكيبورد. وتعلم الجيتار وتقريبا اتعلم كام حاجه ثانيه، هبقى اسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، ممكن تروح تتفرج عليه بعد ما تتفرج على الفيديو ده. طيب كده حلو جدا، وانا كده عرفت يا كريم ان تعلم المهارات حاجه سهله او حاجه فري، وان شاء الله احاول ان انا اتعلمها. وعشان انا جهزت ان انا اتعلم المهاره، قول لي بقى يا كريم ازاي اتعلم المهاره؟ يعني ايه الخطوات اللي تخليني اتعلم المهاره؟ 100 100 يا صديقي. ندخل بقى على الستبس وندخل على الخطوات اللي بيها ازاي تتعلم اي مهاره انت عايز تتعلمها. اول خطوه في انك ازاي تتعلم اي مهاره هي انك تختار المهاره اللي انت عايز تتعلمها. ولنفترض مثلا يا صديقي في التو ليست عندك او في الملاحظات اللي على التليفون بتاعك ان في اكتر من مهاره نفسك تتعلمها. انا بقى عايز اقول لك انك تختار من المهارات دي نمبر 1 او اهم مهاره او افضل مهاره بالنسبه لك، ويستحسن في البوينت دي انك تختار مهاره بتحبها، مهاره كده بتصير فضولك او انك عايز تتعلمها، نفسك تتعلمها. النقطه دي مهمه جدا، لانك لما تختار مهاره انت نفسك تتعلمها، لما تبدا فيها وتشوف التطور بتاعك فيها وانك كل يوم بتتعلم حاجه جديده في المهاره دي، ده بيحمسك وده بيديك حماس وده بيديك حاجه حلوه تخليك تكمل. زائد انك لما تخلص المهاره دي لو بقيت بيرفكت فيها او لو بقيت حاجه كويسه فيها، ده هيديك البوش انك تكمل وانك تتعلم مهاره ثاني وثالث ورابع. في البدايه كده اتعلم حاجه انت بتحبها، حاجه نفسك تتعلمها. ثاني نقطه في انك ازاي تكتسب المهارات هي اختار مهاره واحده بس او اختار حاجه واحده بس تشتغل عليها، ما تشتتش نفسك. النقطه دي مهمه جدا، اوعى تشتت نفسك. جوش كوفمان في الكتاب بتاعه وفي المقابله بتاعته بتاع التيدكس توك كان بيقول لك علشان تكتسب اي مهاره انت محتاج التركيز المطلق، ديب فوكس. انت محتاج تبقى مركز 100% او 100% علشان خاطر تكتسب المهاره دي. فانا عايز اقول لك اولا اختار مهاره واحده بس، يعني ما تقولش انك هتختار مهارتين ثلاثه تشتغل بيهم مع بعض، لا، مهاره واحده بس خلصها وادخل على اللي بعدها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه الديب فوكس اللي اتكلمنا عليه، والديب فوكس انا تقريبا اتكلمت قبل كده في انك ازاي تبقى مركز. زي ما قلت لك تشيل المعوقات او تشيل التليفون بتاعك، ما تقعدش على التليفون خالص. لو المهاره اللي انت بتتعلمها من التليفون حاول تلغي النوتيفيكيشن خالص وتركز في الحاجه اللي انت بتتعلم منها او الفيديو اللي انت بتتعلم منه بس. بعد ما تخلص ال 20 ساعه او بعد ما تخلص مده انك تتعلم المهاره دي وهي ال 20 ساعه، ادخل على المهاره اللي بعدها وعادي واستمر بقى. ثالث نقطة في انك ازاي تكتسب مهارة هي الزم نفسك 20 ساعة، يعني اوعد نفسك انك هتقعد على المهارة دي 20 ساعة ايا كانت النتائج. ولنفترض مثلا ان انت اخترت المهاره اللي انت عايز تتعلم وقعدت عليها وركزت عليها، ولكن بعد 5 ساعات او بعد 6 ساعات من تعلمك للمهاره دي حسيت انها صعبه او ان هي تقيله جدا وانك مش قادر تتعلمها، او برضه حسيت انك مش حاببها، بالنسبه لك مش حلوه او مش لطيفه، او برضه حسيت ان المهاره اللي انت بتتعلمها دي وليك 6 ساعات فيها مفيش نتائج واضحه تدل على التطور بتاعي في المهاره دي.
انا باجي جاي اقول لك انك لا، اهدى خالص على نفسك كده، وزي ما قلت لك الزم نفسك 20 ساعه بس. بعد ما تخلص ال 20 ساعه دي ادخل على المهاره اللي بعدها. النتائج مش شرط تشوفها في اول 5 ساعات او اول 10 ساعات، انت ممكن تقعد 15 ساعه تتعلم في المهاره دي، واخر 5 ساعات بس تشوف التطور بتاعك وتشوف النتائج اللي انت عايز تشوفها. ولكن في البدايه لو ما لقيتش نتائج اتس اوكي عادي. بعدين يا صديقي انا عايز اقول لك ان موضوع ال 20 ساعه ده مش معضله، يعني موضوع ال 20 ساعه ده مش حاجه كبيره. انت لو كل يوم خصصت 40 دقيقه بس من وقتك انك تتعلم مهاره، انت في خلال شهر واحد بس احلى مهاره عليك بقيت معاك المهاره. برضه ال 40 ساعه حاول انك تفككها، تقول انك هتذاكر المهاره دي 20 دقيقه، تاخد ريست، بعدين تكمل ال 20 دقيقه التانيين، فالموضوع سهل بس كده. النقطة الرابعة حاول انك تفكك المهارة دي لحتت صغيرة. نقول مثال على الحتة دي، لو مثلا عايز تتعلم لغة، انت مثلا بدل ما تقول ان اللغة كبيرة او ان اللغة ضخمة ومهارة كبيرة ومش هتقدر تتعلمها، لا انا عايز اقول لك انك تفككها شوية. يعني تقول ان اللغة دي المين تايتل او العنوان الرئيسي تحتها بيتفرع منها 4 مهارات: listening, reading, writing and سبيكينج، تحتها بيتفرع منها فوكاب وجمل وبعدين جرامر. الحاجات الصغيره دي كل ما تفتت الحاجات دي ده بيديك بوش، ده بيحسسك ان الموضوع سهل وان الموضوع تقدر انك تعمله، وانك تعمل حاجه صغيره مع حاجه صغيره مع حاجه صغيره. بعد فتره هتشوف النتائج الكبيره وهتشوف انك قدمت او انك عملت حاجه كبيره وتقدر تقول انك عملت حاجه فعلا. مثال ثاني مثلا واللي هو انا بعمله في حياتي اليومين دول، لو مثلا انا عايز اتعلم الجرافيك، فالجرافيك كبير، الجرافيك مجال كبير جدا، فانا عملت ايه؟ فككت الجرافيك بينقسم لايه؟ 1 2 3 4، دي بتنقسم لايه؟ 1 2 3 4، وابدا فيها واشتغل اتعلم في الحاجه الصغيره دي، بعدها الحاجه الصغيره دي، بعدها الحاجه الصغيره دي، لحد ما بعد فتره واو انا قدرت ان انا مثلا اتعلم الجرافيك. فزي ما قلت لك انك تفكك المهاره بتاعتك لحاجات صغيره، وانك تعمل الحاجات الصغيره ده بيديك المنتج النهائي او بيديك المهاره الكبيره اللي كان نفسك تتعلمها. النقطه اللي جايه مهمه، النقطه اللي جايه بتقول لك طبق كل اللي انت بتتعلمه اول باول. حته الممارسه دي او انك تطبق كل اللي بتتعلمه مهمه جدا جدا. نقول مثال، لو انت مثلا في تعلمك اللغه انت حفظت مثلا 5000 كلمه، انت بقيت معاك 5000 كلمه ما شاء الله عليك، ولكن لما تيجي تتعامل او لما تيجي تقرا او لما تيجي تتكلم، لما تيجي تعمل اي حاجه في اللغه، انت بتلاقي نفسك مش عارف اي حاجه، ومش عارف تتكلم، ومش عارف تقرا، ومش عارف تسمع، مش عارف تعمل اي حاجه. فانك خزنت ال 5000 كلمه او انك حفظت ال 5000 كلمه وما عرفتش تمارس بيهم او ما عرفتش انك تتعامل بيهم، 5000 كلمه ام سوري ما لهمش لازم. ولكن انك تطبق كل اللي انت بتتعلمه ده اول باول، ده بيتخزن في الذاكره بتاعتك، وده بيعمل بروسيس في الذاكره بتاعتك او في العقل بتاعك، بيخليك تتمرن على المهاره دي اكتر، فتقدر تمارسها، تقدر تعملها. فزي ما قلت لك علشان ما تندمش طبق كل اللي انت بتتعلمه اول باول. انا وقعت في الزون دي، انا كنت اقول مثلا ان انا سمعت كورس كامل مثلا افتر افكتس، تقول ان انا سمعته فخلاص انا بيجي معايا الافتر افكتس، ولما اجي اطبق حاجه نيله، حاجه تعرف بس صديقي. وبعد الخمس ستيبس اللي انا قلتهم لك دول ببساطه شديده انت بيجي معاك الكتاب. زي ما قلت لك مش شرط انك تقراه، ولكن انك تقراه دي حاجه حلوه. قبل ما نقفل عايزين نقول كم ملاحظه عن الكتاب ده، ملاحظات مهمه جدا ولازم انك تسمعها. الكتاب ده او الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي علشان تكتسب مهارات، دي مش بتخليك خبير في المهاره اللي انت هتتعلمها. جوش كوفمان قال الكلام ده. ال 20 ساعه دي بتفتح لك الباب او بتدخلك لعالم المهارات، بتخليك تعرف البدايات بتاعه المهاره اللي انت عايز تتعلمها، او بتديك المفتاح اللي بيه ازاي تتعلم اي مهاره. والحاجه دي مهمه جدا، والحاجه دي قويه جدا وليها اكتر من مميزه كمان. اول ميزه من الموضوع ده انها بتكسر حاجز الخوف وحاجز الصعوبه من ناحيه تعلمك للمهاره. يعني مثلا اللغه، لو انت شايف ان اللغه حاجه صعبه وحاجه معقده جدا واستحاله انك تتعلمها، فكون انك طبقت قاعده ال 20 ساعه ده بيديك البدايه، وده بيكسر منك حاجز اللغه، واللي هو خلاص انا لزمت نفسي 20 ساعه وقعدت 20 ساعه في المهاره دي، فخلاص اللغه بالنسبه لي مش حاجه واو او مش حاجه صعبه. وحرفيا انت بعد ما تكمل 20 ساعه في المهاره دي، اللغه او اي مهاره انت عايز تتعلمها، لو المهاره عجباك وبتصير فضولك وزي ما قلنا انك بتحبها، انت هتكمل فيها وهتبقى خبير فيها عادي. وبرضه جوش كوفمان نبه من حته في الموضوع ده، قال لك انك مش محتاج تبقى خبير علشان خاطر تجيب فلوس او علشان خاطر المهاره اللي انت بتتعلمها تعرف تعملها او تعرف تتعامل بيها. يعني انت مثلا ممكن بعد ما تخلص ال 20 ساعه دي انت ممكن تقدر تعمل اي حاجه في الحاجه اللي انت بتتعلمها، فخلاص انت كده تمام. تاني ميزه من الكتاب ده او من قاعده ال 20 ساعه، انها زي ما قلت لك انها بتديك البدايه، بتديك الستبس الاولى او الخطوه الاولى في تعلمك للمهاره. بعد ما تخلص ال 20 ساعه لو انت عايز تكمل في المهاره انت كده 100 وكمل في المهاره. وبرضه انا عايز اقول لك ان في مهارات ممكن تخلص في اقل من 20 ساعه. يعني انت عندك الاي سي دي ال او اللي هو الوورد والاكسل والحاجات دي انت ممكن تخلصها قبل ال 20 ساعه. التاتش تايبنج انت ممكن تخلصه قبل ال 20 ساعه. ففي مهارات قادره انك تخلصها قبل ال 20 ساعه، فانت ممكن تقعد 20 ساعه او اقل وتكتسب المهاره دي. والمهارات اللي ما تقدرش تكتسبها في 20 ساعه هتقعد ال 20 ساعه هتديك البدايه وهتدخلك لليفل حلو جدا في المهاره دي وهيخليك تكمل. ثالث ميزه وتعتبر اخر ميزه من مميزات ال 20 ساعه تعلم او من مميزات الكتاب ده، هي انها بتخليك تتعلم مهارات وبتخليك تزود المهارات اللي عندك. ولو لا قدر الله مثلا قعدت 20 ساعه وتعلمت المهاره وبعد ما اتعلمتها حسيت انك مش قابلها او مش عايزها، عادي جدا بتغير على المهاره اللي بعدها، ولكن ما بتندمش انك ما اتعلمتش المهاره دي بعد زمن. وموضوع الندم ده مهم جدا جدا، انك ما بتقولش يا ريتني ما اتعلمتش المهاره دي، اللي هو انت الحمد لله اتعلمتها ولكن مفيش نصيب او ما قبلتهاش، فعادي كمل على اللي بعده. انا زي ما قلت لك انت ممكن في شهر تتعلم مهاره، يعني لو كل شهر مهاره يا باشا انت في خلال سنه ما شاء الله عليك ما حدش يقدر يكلمك.
فاخر الفيديو عايز اقول لك تجربتي مع الكتاب ده، والكتاب ده لما قريته خلاني اتعلم ايه، او ايه المعرفه اللي اكتسبتها من ورا الكتاب. اولا اكتسبت ان اي حاجه في الدنيا مش صعبه انك تعملها او مش صعبه انك تتعلمها، هي مش عايزه غير انك تلزم نفسك بس، وزي قاعده ال 20 ساعه. طيب يا سيدي، الكتاب ده الحمد لله خلاني اتعلم شويه عن الجرافيك ديزاين، والجرافيك ديزاين خلاني اتعلم الاربع برامج بتوعه اللي هو فوتوشوب، افتر افكتس، الستريتور، ان ادوبي بريمير، واللي هو بنعمل بيه الفيديوز بتاعتنا دي، برنامج المونتاج. زائد برضه خلاني اتعلم الرسم، زائد خلاني اتعلم شويه في الوورد والاكسل والاي سي دي ال والحاجات دي، وشويه سيكا برمجه يعني اتش تي ام ال سي اس اس، اللغتين البسيطين دول بس. فالكتاب قوي، الكتاب قوي جدا، والكتاب ساعدني جدا. فاخر الفيديو يا صديقي عايز اقول لك انك ان شاء الله لو طبقت شويه الستبس اللي انا قلتها لك دي وعملت بيها وبدات بيها، والله 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 في خلال شهر هيكون معاك مهاره، شهر ثاني مهاره ثاني، شهر ثالث مهاره ثالث، هتزود المهارات بتاعتك. وزي ما قلنا في بدايه الفيديو انك كتر ما تزود المهارات اللي عندك فرص العمل بالنسبه لك بتزيد والنضج بتاعك بيعلى، ودي بصراحه بالنسبه لي احلى من في البروسيس والله. طيب انا كده خلصت، ما تنساش بقى لو عجبك سبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس. في اخر الفيديو عايز اقول شكرا جدا 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 على الكومنتات بتاعتكم، انا بجد بجد مبسوط جدا بالكومنتات بتاعتكم. في الاخر thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي. ايه يا اسطى لسه مش سبسكرايب في القناه؟ سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. 100 100.